النهارده نزلت السوق يا جماعه، عايزه اقول لكم السوق يوم الجمعه ده بيبقى اسعاره حلوه قوي، والحاجات هناك رخيصه قوي. طبعا انا اول ما نزلت كده كنت نازله استجيب خضار، بس في حاجات كتير عجبتني فدلت الخضار وجبت حاجات تانيه في قلب البيت. انا هنا كده اول حاجه رحت كده الفرن اجيب عيش. جبت هنا بقى ايه، عجبني اول حصاله دي. الحصاله دي بقى ب10 جنيه، فقلت اجيبها واحطها واخليها للزينه بتاعه رمضان. هحاول كده فيها كل يوم احط فيها اي حاجه كده، وهتشوفوا كده معايا، ومش هنفتحها الا ان شاء الله لما نيجي نجيب زينه رمضان. فدي ب10 جنيه. جبت علب العصير ديت لساجده ومحمد. برضو العصير ده برضو الازاز ديت، الازازه هناك ب10 جنيه. بصوا والله حلوه قوي وخامتها جميله جدا. لما بروح اجيبها بقى من عند اللي هي الحاجات اللي هي الحمام الثلاث واي حاجه ب2.5 ما تبقاش اصلا ب10 جنيه ولا حاجه، بتبقى ب25 35. فلما لقيتها في قلب السوق ب10 جنيه بصراحه ربنا عجبتني جدا. طبعا انا جبت هنا بتاو من فلاحين، بيبقى حلو قوي، بحب اكله مع الجبنه والجبنه القريش يعني والقديمه وكده. هبقى اشوف الشنطه الثانيه احنا اقول لكم برضه الاسعار اللي انا جبتها، اللي انا هفتكرها دلوقتي معاكم. جبتها عند السوق. دي باكيته الملح عامله 10 جنيه. فانا دايما بجيب حاجه الخزين كلها بتاعت المطبخ، ودايما بنسى الملح، فقلت اجيب بقى ايه كده باكيته وخزين. هنا الطبق ده عجبني قوي، خامته حلوه قوي، برضو ب10 جنيه. برضو هنا ازازه الميه، بصوا برضو ب10 جنيه. فجبت من هنا ايه، جبت ازازتين كده. انا عندي برضو ازايز، بس ايه انا بحب اخلي الازايز كده عندي، احط فيها عصير، يعني مش شرط الميه، ممكن احط فيها عصير اخليها في الفريزر، حاجات يعني زي كده تنفعني قوي برضو خصوصا في رمضان. جبت هنا برضو بصوا الطباق دي يا بنات، حلوه قوي برضو ديت. الطبق عامل 10 جنيه، الطبق الواحد عامل 10 جنيه. وجبت برضو الطبق ده برضو عامل 10 جنيه، حلو قوي. بس ده انا هعمل فيها حاجه كده هتشوفوها معايا. مش جايباه للاكل بصراحه، انا جايباها هعمله كادر للقناه، يعني هكتب عليه هنا كده اسم القناه، وهحط هنا كده ورود وحاجات هنشوفها برده مع بعضنا. انا اخترت اللون الابيض ده عشان خاطر ايه، يظهر معايا اي حاجه انا هعملها هنا، او رسومات او اي حاجه هنعملها هنا مع بعض. طب احنا هنشوف الكلام ده كده مع بعضنا في القناه. جبت هنا ايه بقى، قلت اراضيهم بقى عشان بس نزلت السوق، فلقيت بقى ايه، لقيت جبت سمك عشان باسمي، بس نزلت السوق قدام جوزي يعني. هنا السمك ده كانت بتقول عليه ب70، خدت منها ب65، فجبت 2 كيلو وقلت ايه هنقلهم لهم كده النهارده. ماشي. تاني جبناه، جبت برده مانجا نعملها بقى في العصاير بقى. الازازه اللي احنا جبناها لمحمد وساجده لازم يعني نستخدمها. هنا المانجا كانت الكيلو ب35 جنيه. بصراحه ربنا حلوه قوي قوي وريحتها جميله جدا بصراحه، انا رحت على الريحه حلوه قوي. فجبت برده 2 كيلو. هنا ايه تاني، بصوا هنا الملوخيه عامله ازاي. عايزه اقول لكم على حاجه، اللي عايزه تخزن ملوخيه تخزن اليومين دول. عايزه اقول لكم الملوخيه جميله جدا جدا جدا، وسعرها رخيص قوي، يعني كانت الربطه عامله 5 جنيه، ولو انت هتاخدي منها كذا ربطه ممكن تقولها مثلا 3 ب10، فهترضى مش هتقول لك حاجه. برده من الفلاحين. عايزه اقول لكم حاجه الفلاحين بتبقى حلوه قوي قوي، عشان كده بحب دايما انزل السوق يوم الجمعه، بيبقى الفلاحين بيبقى هناك، فالحاجه بتبقى لسه صبحه وطازه كده من الارض على طول، فبتبقى حلوه قوي بصراحه. جبت هنا ايه تاني، جبت هنا برضو جبنه قريش عشان خاطر البتاو، مش فاكره كان الكيلو كان تقريبا كان 85 جنيه، جبت وسط. جبت هنا ايه تاني يا رجاله محنين، جبت هنا البصل اهو. البصل ده ب15 جنيه، في منه الاحمر في منه الابيض. انا جبت ايه، جبت الابيض، انا كان عندي اصلا كنت جايبه الاحمر لسه عندي في قلب الدرج، فجبت الابيض ده. وبرده هنا جبت بقى برده شويه اطباق عجبوني قوي. بصوا الاطباق دي برده في الطبق عامله 10 جنيه، يعني اي طبق ب 10 جنيه، حلو قوي قوي. المقاسات بقى اللي انت عايزاها كله ب10، فعجبوني قوي بصراحه. جبت كمان برده كوبايتين ميه كده، عشان خاطر انا عندي ساجده ومحمد بيكسروا لي الكوبايات وكده، فجبت لهم كوبايات الاستانلس دي برده بتبقى حلوه قوي، لو حطيت فيها ميه ساقعه ولا حاجه بتبقى محافظه على السقعيه، حلوه قوي قوي بصراحه. فالاطباق ديت اي طبق من دول عامله 10 جنيه، اي حاجه من الحاجات ديت عامله 10 جنيه. يعني بصوا حاجات بقى بصراحه ربنا جميله جدا.
يعني انا كنت نازله على سبيل ان انا اجيب خضار، فالحاجات دي عجبتني قوي. ولسه هنزل برضو الاسبوع الجاي، عندهم حاجات علب ثلاجه وحاجات حلوه قوي. فقلت بقى هنزل برضو كده الاسبوع الجاي وايه، وهنجيب كده شويه حاجات كده مع بعضنا. بس اكتر حاجه بصراحه عجبتني الازاز العصير دي حلوه قوي قوي وعمليه جدا. وبصي يعني ايه محكمه الغلق، فاللي انت تحط بقى مثلا كده العينك فيها ويشرب ولا يدلدق على نفسه ولا اي حاجه خالص، جميله قوي. فيا رب بقى الحاجه تكون عجبتكم، وان شاء الله استنوني برده الاسبوع الجاي، هنزل الجمعه الجايه برده هنشوف كده الاسعار هناك ايه. وجيت هجيب كده شويه حاجات، واللي هجيبه هصوره لكم واقول لكم الاسعار ايه. فنصيحه يعني اللي قريب منها سوق تنزل دلوقتي كده وتلحق وتجيب الحاجات دي، بتبقى حلوه جدا جدا. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.